السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. اليوم جيت ندير معكم وصفه لاغاناج مونتي بذوق اللوتوس. كنت درتها في هذا العطاء، كانت نالت اعجاب الكثير من اللي ذاقوا هذا لاغاناج وطلبوا مني اني نديرها لكم في القناه، واليوم جيت نلبي الطلب. ما تنساوش البنات ديروا جيم وبارطاج القناه باش تلحق الاكبر عدد من المشاهدين. في البدايه نجيبوا اون كاسرول نحطوا فيها 205 غرامات كريمه سائله 35% ماده دسمه، ونكونوا حطينا دون سالادي 250 غرام شوكولاته بيضاء، نقطعوها دي بيتي مورسو، نحطوا عليها هذيك لا كريم اللي تكون سخونه طبعا، نخليوها لمده دقيقتين هكذاك. كي نقلبوها نلقاوها دابت، واذا ما دابت لكمش تقدروا تحطوها سوغ ان بان ماري ولا في الميكرووند. طبعا من بعد كي دابت لي شوكولا حطيت لها 2 ملاعق كبار من كريمه اللوتوس. كريمه اللوتوس لا مارك باشا، فريمون بنينه بزاف. فوالا نخلط كامل هذيك المقادير مليح، وانا قلت لكم اذا كانت الشوكولا ماشي دايبه حطوها على الباماغي. طبعا من بعد نزيد لها 205 غرامات تاع كريمه سائله 35% ماده دسمه تكون بارده، هذه الاخرانيه نديروها بارده، ونخلطوا كامل المقادير مليح حتى تتجانس. من بعد نغطيها بالبابي فيلم ونحطها في الثلاجه لمده ليله كامله، واللي ما عندوش الوقت يقدر يحطها لمده 2 ولا 3 في الكونجيلاتور، من بعد يخرجها. من بعد ندربها بالباتور كيما راكم تشوفوا، ماشي حتى تخرج لي الكغا ديالها. كي تشوفوها بدات تتقل نحبسوا الخلط، نلقاوها هكذا القوام تاعها شايد روحو. طبعا لا كريم اذا شفتوها ما شدتش روحها تقدروا تزيدوا لها الماسكاربون. فوالا هنا جبنا لا جينواز تاعنا اللي كنت خدمتها ليله من قبل. طبعا واذا راكم مهتمين واللي مهتمين بهذا النوع من الفيديوهات، الا حبيتوا ندير لكم لا جينواز نديرها معكم. طبعا هنا كنت نشرب في لا جينواز بان سيرو اللي كنت درت كاس سكر و3 كيسان ماء وزدت لهم ذوق النسكافيه. من بعد درنا الطبقه الاولى تاع الكريمه، حطينا القليل من المكسرات، هنا كان عندي لوز بيان غريي ريحيتو، ومن بعد درت لها الكميه تاع اللوتوس كيما راكم تشوفوا. الكريمه اللوتوس بزاف بنينه، يعني عطاتها ذوق ما شاء الله. نزيدوا طبقه صغيره هكا تاع لا كريم باش هذيك لا جينواز طبعا تلصق لنا مليح في لا تارت هكذا. كي نعودوا نطلعوا في المونتاج، من بعد نكملوا نشربوا كامل الطبقات تاع لي جينواز. وهنا كنت درت الكريمه هذه لاغاناش مونتي بدون كريمه سائله، كنت درتها معكم في القناه، نخلي لكم رابط في صندوق الوصف. درنا طبقه المقرمشه طبعا بالكنافه هنايا بذوق كريمه البيستاش، تجي بزاف بنينه يعني مع الكنافه. ودرت لها طبقه تاع كريمه الطلاء من فوق هكذا باش تعطيها نكهه شابه. زدت لها قليل من المكسرات، هنايا درت لها الجوز. وكذلك شربنا دائما هذيك لا جينواز، هي من الافضل كي نشربوا لا جينواز تاع الكيك ديزاين ما نشربوهاش بزاف، باسكو هذاك تشرب ومن بعد يخرج لنا من تحت وكي نكونوا نخدموا بلا باتاسيو كنتعذبوا شويه. هي سورتو الطبقه الاولى ما نشربوهاش بزاف، ومن بعد يعني كي نعودوا نطلعوا في الكيك ديالنا نقدروا يعني نشمخوا شويه مليح هذوك الطبقات. هنا كنت زدت لها طبقه ثانيه تاع كريمه اللوتوس، كذلك درنا لها المكسرات فوالا وغلقتها. هنا كنت حليت لا باتاسيغ تاعي هكذا واحد 3 ملم، درنا لو ديسك تاعنا تاع 20 سنتيمتر لانه لو تاعنا كان فيه 18 سنتيمتر. طبعا كي نزيدوا له لا غاناش هذه تاع التغليف راهي تزيد تولي 19 سنتيمتر، مع لا باتاسيغ تولي سوا. هنا كي خرجتها من الثلاجه مسحت لها هذاك لوميديتي اللي خرجت من لاطاغ. هنا بالنسبه لا غاناش تاع التغليف كنت درتها معكم من قبل، نخلي لكم دائما الرابط في صندوق الوصف. حاولوا نمسحوها بيان بالبابي هكذايا. انا كنت غلفتها باللا غاناش في الليل، من بعد درت لها البابي سيلوفان وحطيتها في الثلاجه. هنا نجيبوا كميه تاع مارغرين، طبعا ندهنوها مليح، نجوزو كامل على كامل المناطق بالمارغرين باش تشد لنا هذيك لا باتاسيو. طبعا نغسلوا يدينا مليح ونديروا لهم شويه القليل من النشاء. من بعد نجيبوا هذيك الطبقه اللي قطعناها على حساب لو سيرسو، نحطوها من الفوق وبواسطه لا ليساز نخدموا مليح هكذا. ومن بعد نجيبوا ان سيبور هكايا نحطوه من تحت ونقلبوا لو غاتو ديالنا. من بعد نرفد الطبقه تاع لا باتاسيو
اللي كنا فتحناها طبعا على حساب طول تاع لو غاتو تاعنا. ومن بعد نبدا نغلق في الجوانب. هذا الجانب هذا شويه يعني لازم نركزوا معاه باش ما تبانش يعني لو ديفو بزاف. هي تجي من اللور يعني معنا حاجه، ولكن احنا نحاولوا ماكسيموم اننا نخدموها كما لازم الحال. طبعا نقعدوا غير نحو في الزوائد هكذا تاع لاباط، ونخدموا دائما بلا ليساز هذيك. اذا كانت هاد العجينه بدات تسيح لكم هكا شويه، تقدروا تستعينوا طبعا بالنشاء، هو اللي ينشفها لكم باش تقدروا تخدموها كما لازم الحال. حقيقه لو كيك ديزاين ولا لاير كيك في فصل الصيف يجي بزاف واعر، باش كي تكونوا تخدموا في بلاصه هكا تكون سخونه تطلق روحها هذيك لاباط. لذلك لازم تكون هذيك البلاصه اللي تخدموا فيها شويه فيها بروده يعني. فوالا هنا راح لي المقطع كيفاش ديكوريتها من اللور. شوفوا بالنسبه لهاد لي ديتاي كنا خدمناهم بلا باتا سكر طبعا، وكنا خدمنا طبعا شويه ديكورات من الفوق دي بوبون هكذايا بلا باتا سكر، وخدمت لها ان بوتي لوندو. ما قدرتش نصور معاكم، كان عندي ضغط يعني في العمل. ان شاء الله يا البنات تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، مع انه انا لست محترفة، ولكن بالممارسة يعني واحد يقدر يخرج اشياء جميلة. وهاي ليك لا طاق تاعنا في شكلها النهائي، جات بزاف شابه كيوت. زدنا لها دي بيرل، كتبنا اسم البنوته ايناس ربي يحفظها. درنا دي بول هكذايا كنت شريتهم. بالنسبه لا دونتيل هذيك اللي كنا خدمناها بشبيكه، كنا خدمناها في المنزل. اذا حبيتوا ندير لكم طريقه قولوا لي. ان شاء الله يكون اعجابكم هذا النوع من الفيديوهات. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.